في عندك شوبس ولينكس. احنا هنشتغل على اللينكس اللي هي عايزين نضيف فيها السوشيال ميديا او اللينكات بتاعتنا سواء سوشيال ميديا او غيره. هدوس على لينكس، هعمل اد، هدوس مثلا يوتيوب كده عشان يفتح لي، او بعد كده همسحها اصلا انا مش عايزها. هنا هيضيف لي اللينك على طول اللي اخترته بتاع اليوتيوب. لا انا عايز اعمل اول كوليكشن، مثلا هدوس اد كوليكشن، هدخل عليه كده جوه واسميه مثلا سوشيال ميديا لينكس، وهدوس علامه الصح عشان يحفظه. بعد كده ده اللي تحت انا مش عايزه، ده اللي انشأناه الاول، هدوس له ديليت، هشد ناحيه الشمال وادوس على علامه الزباله ديليت، اتمسح. سوشيال ميديا لينكس بقى هدخل جواها، هبدا ادوس على كلمه اد، هبدا اضيف بقى اللينكات بتاعتي اللي انا عايزها. نيو لينك، هنا يوتيوب مثلا، ضاف لي تاب صغيره من تحت، هدخل عليها. هنا بقى انتر تايتل، هنا اكتب مثلا يوتيوب شانل، دي قناه اليوتيوب بتاعتي. هروح بقى على اليوتيوب واختار نسخ الرابط اليوتيوب، كوبي لينك، همسح ده خالص، اروح على انتر يو ار ال واروح اعمل بيست لللينك بتاعي وادوس علامه الصح. كده اليوتيوب تشانل اول لينك اتحفظ. هسيبه بس يحمل لغايه ما يخلص تحميل. كده اليوتيوب بتاعك ظهر، كده اليوتيوب تشانل بتاعتك ظهرت. طبعا هتبدا تضيف كل لينك وهكذا. اد مثلا هدوس نيو لينك، اختار مثلا انستجرام مثلا، يعني هسيبه برضو لغايه ما يحمل. اخش جوه هكتب في التايتل انستجرام، وهروح على الانستجرام اجيب اللينك بتاع الصفحه بتاعتي، ادوس شير بروفايل واخد كوبي لينك، هروح على موقع لينك تري، ادوس بيست لللينك وادوس علامه الصح عشان يحفظه لي. والترتيب اللي ظاهر ده انستا فوق واليوتيوب شانل تحت، هي ده الترتيب اللي هيظهر للناس. انا مثلا عايز اغيره، عايز اسحب اليوتيوب فوق، دوس عليه دوسه طويله واروح ساحبه لفوق، بيجي هو الاول، بعد كده انستجرام، بعد كده دوس على علامه الصح برضو تاني. كده السوشيال ميديا لينك بتاعتي اتحفظت. هدخل على لينكس تاني، مثلا دلوقتي انا خلصت ضفت اللينكات اللي انا عايزها وخلصت، بس عشان ما نطولش وقت الفيديو